على فكرة أنا رجعت شريحة التليفون بتاعتي، يا ريت كل واحد كنت بتواصل معاه قبل ضياع التليفون يتصل عليا عشان أسجله من جديد. من حقك إنك أنت تقول رأيك، من حقك إنك أنت تقول اللي أنت عايزه، بس بأدب وبحدود وباحترام لأي شخص حتى لو كنت مختلف معاه. مش معنى إنك أنت مختلف معاه تدي الحق لنفسك إنك أنت تشتم وتسب وتوصفه بوصف ممكن الوصف ده يكون فيك. النهارده انا هتكلم في البدايه، استغفر الله العظيم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبائي واصدقائي في قناتي، قناه ابو شين. وزي ما قلت لكم وهقولها كل مره، القناه دي مش بتاعتي انا، القناه دي بتاعتكم انتم. وانا مش مستعجل على ان عدد المشتركين عندي يزيد عشان انافق او اطلع اسب واشتم في ناس ماليش الحق ان انا اشتم فيهم. النهارده انا هعرض لكم تعليق من ضمن التعليقات اللي جالي في الفيديوهات. طبعا الكلام ده مرفوض، ردي هيكون باسلوبي زي ما قلت لكم، مش باسلوبك انت لو انسانه فعلا محترمه وجديره بالاحترام ما كنتيش قلت كلمه زي ديت. الكلمه اللي زي ديت يعرفها بس اللي بيمارسها، مش اللي بيقراها، يعرفها اللي بيمارسها. طبعا اصحاب الايميلات اللي عرضتها دلوقتي بتظهر في قنوات كتيره، واكيد انتم عارفينهم واكيد بتقروا تعليقاتهم. انا مش هلوم على اصحاب التعليقات ديت، انا هلوم على الناس اللي بتدافع عنها ليل ونهار على منصات وبتقول ان هم دول المتابعين المحترمين. يمكن من ساعه ما اتكلمت عن شريهان داوود وفي بعض الناس بتيجي تعلق عندي والتعليقات كلها سخيفه، لكن التعليق اللي عرضته على حضراتكم دوت كان فاق الحدود وفاق الخطوط الحمراء اللي الواحد ممكن يصبر عليها. طبعا في مثل بيقول لك لا داعي ان انا اقوله لان عيب ان انا اقوله، بس اكيد هي عارفاه كويس قوي. شريهان داوود عملت اللي ما عملهوش اي حد في عيله داوود بالكامل. شريهان داوود قدرت تدي درس لاخواتها قبل ما تدي درس للمتابعين والقنوات النقد اللي طول النهار جايبين في سيرتهم. شريهان داوود كل يوم بتزداد، مش عشان زايا داوود قدمتها ولا عشان نسبت اسم داوود في قناتها. شريهان داوود قدرت تقول للناس حاجات كتير. الفيديو بتاع النهارده هو درس تاني للأغبياء اللي ما فهموش الدرس الأولاني. لما واحدة تطلب منها إن هي ما تصورش مع زاهية وما تصورش مع أمها، معناه إيه دوت؟ معناه إن حضرتك ما فهمتيش اللي في دماغ شريهان، معناه إنك أنت ما فهمتيش الكلام اللي قالته قبل كده ومصرة على إنك أنت تاخديها في حتة تانية بعيدة. وانا حذرت شريهان في الفيديو بتاعي اللي قبل دوت مباشرة ان فاعل الخير او الدعم الحقيقي لاي قناة او لاي شخصية على اليوتيوب ما بيعلنش هو بيساعد بايه، ما بيعلنش عن اسمه، ما بيطلبش صاحب القناة ان هو يعمل فيديو يشكره، بيرفض ذكر الاسم. احنا نسينا كلمة فاعل خير وحطينا مكانها كلمة الداعم. الداعم لإيه؟ الله أعلم. أي قناة بتقبل فلوس وتعلن عنها أو الداعم زي ما هم بيقولوا يعلن عنها، يبقى ده مش داعم، يبقى ده نيته مش نية خير أيا كان الشخصية. مش هحدد أشخاص معينة، من وجهة نظر المتواضعة الداعم فاعل للخير مش للشر، ما بيدعمش الشر. الداعم بيدور على الناس المستحقة بجد وبصدق عشان يوصل الدعم بتاعه للخير. شريهان داوود النهاردة قررت نفس الكلام وقالت أنا بربي أجيال و3 بنات، إزاي هعلمهم على كره الخال أو العم؟ يبقى أنا كده هطلع جيل فاسد، يبقى هطلع جيل بيكرهوني، لأن في الأول وفي الآخر أنا زرعت فيهم الكره للخال وللعم.
البنت عايزة تصلح مش بتفسد. النقد ده لازم يتعلم منه آلة داوود. لازم آلة داوود تفهم ان شريهان غرضها غرض واحد: ابعدوا عن الشر، ابعدوا عن الداعمين مش فاعلين خير. لا زاهية ولا حلمية ولا اي حد في عيلة آلة داوود محتاج الدعم اللي بيحصل ده ليهم. في قنوات تانية وفي ناس تانية محتاجة. داعم الشر موجود، داعم الخير غير موجود، لان اسمه فاعل خير. شريهان كل يوم بتدي درس لعيلة داوود والمتابعين والقنوات. الكلمة الحلوة بتقعد لك والكلمة الوحشة برضو بتقعد لك في رقبتك لغاية ما تشوفها في نفسك، لغاية ما تشوفها في نفسك. شريهان داوود النهاردة بتقول لكم: هل أولادكم ما بيسمعكوش وانتوا بتشتموا وانتوا بتسبوا وانتوا بتغيبوا وانتوا بتنموا في الناس؟ انتوا علمتوا ايه لأولادكم؟ لما تيجي حد يقول لي ابعدي عن اختك وامك، هقرب منها؟ هسمع كلامها؟ هصدقها ان هي فعلا بتحب لي الخير؟ مستحيل، مستحيل. شريهان داوود النهارده قالتها، بس قالتها بجد وقالتها من كل قلبها وبصدق: اهلك لا تهلك، اهلك لا تهلك. وهي بعيده شريهان كانت كل الناس بتحبها. لما قربت من اليوتيوب وعبرت عن اللي جواها اللي ما قدرتش تعبر عنه وهي ما عندهاش قناه، الناس انقسمت فريقين. احنا مش جايين هنا عشان نخلي صاحب القناه يكون تابع لشخصيه او تابع لداعم او تابع لاي حد. مش من حق المتابع ان هو يوجه صاحب القناه يقول ايه وما يقولش ايه. مش من حقه ان هو يحكم عليه لمجرد ان هو بيدخل يشوف فيديو 5 دقايق 10 دقايق 7 دقايق. مش هتتحكم فيا. قالتها صراحة: بلاها بلاها اي متابع يحاول ان هو يسيطر على فكري، يسيطر على عقلي، يسيطر عليا عشان ابعد عن امي واختي ما صورش معاهم. وصلنا لمستوى الجنان. اصبح الكره فينا اكتر من الحب. زاهية داوود منزلة على المنتدى بتاعها قناة نقد بتنقد اخواتها وبتنقد قنوات النقد طبعا، وكل واحد ليه اسلوبه وليه طريقته في النقد، له ما له وعليه ما عليه. عايز اقول لزاهية داوود في الفيديو دوت: لو قريتي كلام شريهان صح يا زاهية مش هتنزلي الفيديو اللي انت حطاه على المنتدى اللي بينقد اخواتك وبينقد قنوات النقد. ممكن انت تكوني قاصده بيه قنوات النقد والمتابعين، لكن طالما دخل في نقد اخواتك كان من المفروض انك انت ما تحطوهوش على المنتدى. احنا قلنا ننسى الحاجات ديت ونتجه اتجاه تاني خالص، نتجه اتجاه لمحتوانا. رجاء مش عيب ان احنا نتعلم من الاصغر مننا. شريهان محتاجة دعم العيلة بالكامل، واولهم انت اللي قدمتيها عشان تقدر تكمل مسيرتها وتقدر تساعد في لم شملكم مرة تانية. شريهان هتقدر ان شاء الله تحقق اللي فشل فيه ناس كتير بكلامها الطيب، بكلامها الحلو، بدفاعها اللي مفروض كل آل داوود بالكامل يتكلموا ويمشوا على نهج أصغر ما فيكو بتقول لكم انتم الدرس قبل ما بتقولوا للقنوات والمتابعين. بتقول لكم انتم سلمتوا نفسيكم لهوى المتابعين. انا رافضه الكلام دوت،
وهرفض الكلام دوت. مش هظهر على اليوتيوب الا بالصورة اللي انا عايزاها، مش اي حد تاني عايزها. اخواتي ثم اخواتي ثم اخواتي، اما امي ففي ناحية تانية. امي في ناحية تانية، مش هقدر اقارنها باي حد. اما انتم العصب بتاعي وسندي الحقيقي في الحياة بعد ربنا، عيلتي، اخواتي الصبيان واخواتي البنات وامي، ربنا يطول في عمرها. عايزين نبدأ مع شريهان، عايزين ننسى اللي فات ونفكر في اللي جاي. عايزين ندعم البنت ديت عشان بتتكلم صح وبتتكلم الحق وبتتكلم من قلبها، ما بتتكلمش عشان حد بعت لها هدية او مبلغ مالي تقعد تمجد فيه ليل ونهار وهو يبقى مبسوط وما يعرفش ان هو بيضيع اجره وثوابه. كل ما يتذكر اسمه بيضيع الاجر والثواب بتاعه. انا اعتذر عن الحدية النهاردة في الكلام، لكن صدقوني كل ده غصب عني، كل ده غصب عني، لان انا بعتبر لسه صاحي من النوم وفوجئت بالتعليق دوت من سيدة بيقولوا عليها ان هي محترمة والناس بتدافع عنها.